السلام عليكم. يعني ايه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ ويعني ايه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نسمع الآية الأول. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا اننا لما نيجي نحلف ما نحلفش غير بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. لو مش هتحلف بالله ما تحلفش خالص. ليه بقى؟ لانك لو حلفت باي حاجه تانية هيبقى وقعت نفسك في الشرك، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد اشرك. يعني لما تيجي تحلف حد او تحلف لحد ما تحلفش غير بالله، يعني ولا تحلف برحمة ابوك ولا وحياة امك ولا غلاوة ستك ولا معزة جدك ولا اي الكلام ده كله، يا تحلف بالله ما تحلفش. طيب برضو ما فهمناش يعني ايه ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. العلماء قالوا ان المقصود بيها انك مش كل شوية تحلف بالله ومش كل شوية حلفان الله يجري على لسانك، علشان قدر حلفان الله ما يقلش في قلبك. يعني لما تيجي تحلف على حاجة تستحق، مش كل شوية والله والله والله. وقيل كمان، وده بقى القول الارجح، انك ما تجعلش حلفان الله حاجز ما بينك وبين الخير. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حلفت انك مش هتزور عمك تاني لاي سبب، بس زيارتك لعمك دي خير، صلة رحم، فلما حد يجي يقول لك يلا بقى نزور عمك يا سيد، وما تقولوش لا مش هينفع والله عشان انا حالف ما ازورهوش فمش هقدر. لا معلش، انت بقى ابو السيد ما تخليش الحلفان ده حاجز ما بينك وبين الخير، ما تخلوش حجه. زور عمك وكفر عن حلفانك. واحد مثلا حلف انه مش هيتصدق تاني، واحد حلف انه مش هيصلي في المسجد ده تاني، واحد حلف على اي حاجه واتضح له ان عكسها هو الصح وهو الافضل وهو الخير. اعمل الخير واعمل الصح والاصلح وتكفر عن حلفانك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني ما تخليش حلفان ربنا سبحانه وتعالى حاجز ما بينك وبين انك تعمل خير. طيب يعني ايه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم؟ اللغو في الأيمان هو الحلفان أو القسم بدون عقد نية محققة للقسم ده. يعني احنا دارج على لساننا الحلفان بالله كتير وعلى اي حاجة. يلا يا سيد الغدا جاهز؟ لا والله مش هقدر لسه واكل. ما تتأخرش بكرة يا سيد؟ لا والله ما هتأخر. انت ذاكرت المادة دي يا سيد؟ لا والله ما فتحت كتاب. وسيد مقطع الكتب مذاكرة جوه. والله ما رحت، والله ما عملت، والله ما بعت حاجة من الصبح، والله اخرها كده واخرها كده، والله اسال بره، والله اخرها كده، والله لا تيجي، والله اقعد والله لا تقعد. اقعد بقى يا جدع، ما توقعنيش في الحلفان. كل الحاجات دي اسمها لغو اليمين، بتجري على لساننا من غير ما نقصد، لان الحالف ما بيبقاش فيها انه يحلف بالله كده. ودي طبعا بتختلف عن اليمين الغموس. يمين الغموس ان الحالف بيكون بيحلف بالله وهو عارف انه بيكذب، يقول والله ما عملت وهو عارف انه عمل وعارف انه بيحلف بالله كذب عشان يبرأ نفسه، وده ذنب عظيم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: وأوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فاوعى تحلف وانت عارف انك هتحلف على حاجة كده. الحلفان العادي اللي بيتقال في وسط الكلام ده من غير قصد، ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبش عليه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الحلفان اللي انت بتحلفه وانت واعي وقاصد ومدرك الحلفان ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليه. وعشان كده نرجع للكلام اللي قلناه في البداية وما نخليش حلفان الله سبحانه وتعالى سهل على لساننا. اعطي لاسم الله والحلفان بالله قدره. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني الخلاصة لو هتحلف ما تحلفش غير بالله، وما تحلفش بالله كتير عمال على بطال من غير سبب. ما تخليش حلفان الله سهل على لسانك وبيجري على لسانك. ولما تحلف تكون صادق في حلفانك، ما تحلفش بالله كذب. ولو حلفت على خير كفر عن حلفانك واعمل الخير. وبس كده يا سيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فاعمل شير عشان تبلغ غيرك آية بمعناها، واشترك في القناة واعمل متابعة للصفحة لو انت على الفيسبوك عشان الحلقات الجاية توصل لك. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.